نامستي جميعا. هناك نوعان من أمراض الكلى: مرض الكلى الحاد ومرض الكلى المزمن، وعوامل الخطر لكل من هذه الأمراض مختلفة. يعرف مرض الكلى الحاد بأنه مرض الكلى الذي يستمر لأقل من 3 أشهر، وهو قابل للشفاء تماما في العديد من الحالات. عوامل الخطر لمرض الكلى الحاد تشمل العدوى، النزيف والإصابات، انخفاض ضغط الدم، بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية ومسكنات الألم، وأحيانا حصى الكلى. عوامل الخطر لمرض الكلى المزمن تشمل السكري، ضغط الدم، التدخين، السمنة. ولا تنس، أحيانا يمكن أن يؤدي مرض الكلى الحاد غير المعالج إلى مرض الكلى المزمن. يساعد بشكل كبير في تحديد ومعالجة عوامل الخطر لأمراض الكلى لمنع وإبطاء تقدم مرض الكلى.